صباح الخير. النهاردة قررنا نقضي اليوم في مدينة نيش في صربيا. وللي مش عارف، مدينة نيش دي أكبر ثالث مدينة في صربيا بعد بلجراد ونوفي ساد. طبعا اللي مش عارف، صربيا دي دولة من دول البلقان في أوروبا الشرقية. وكمان كان حظي حلو قوي قوي، ولقيت أول ما وصلنا هناك فريق الكوالا دي الرقصة الشعبية في صربيا، كلكم هتشوفوها دلوقتي. طبعا هنسمع صوت المزيكا دلوقتي وهيبتدوا يرقصوا. طبعا الفريق اهو هناك، وده الزي الرسمي بتاعهم، زي للرجال وللسيدات. انا طبعا كان عمري ما شفتهم قبل كده وهم بيرقصوا، ولا عمري شفتهم بقى. قررت اتصور في نفس المكان اللي كانوا بيتصوروا فيه، كنت متحمسة جدا ومبسوطة جدا. وبعد التصوير بقى قلت لازم ندخل كلنا نروح نشوف القلعة من جوه، لان القلعة كانت جنب الساحة بالظبط. هنا ده المدخل بتاع القلعة. طبعا في ناس من كل انحاء العالم بتيجي تزور نيش، لانها مدينة حلوة جدا وكبيرة، وطبعا مفيش حد بيجي نيش بيفوت ان هو يزور القلعة دي. ده المدخل بتاعها. طبعا في مناظر وحاجات كبيرة قوي في القلعة، بس اليوم كان طويل بالنسبة لي، وعشان ايا طبعا ما قدرتش الف القلعة كلها. انا قعدت جوه حوالي مثلا ساعة بالكتير قوي، وما قدرناش نمشي فيها اكتر من كده لانها فعلا كبيرة جدا جدا. بس اللي لفت نظري اكتر حاجة المناظر الطبيعية جميلة جدا، الزرع جميل جدا في كل مكان. وبجد في عائلات كتيرة جدا بيروحوا يقضوا اليوم هناك. طبعا الناس اللي عايشة هناك يعني بالنسبة لهم ان هم يروحوا القلعة دي خروجة هناك. في طبعا حاجات تانية وحاجات اثرية جوه، بس انا فعلا كنت مصوراها، بس مش عارفة بصراحة ما لقيتش الصور. بس ان شاء الله لو لقيت الفيديوهات اللي انا كنت مصوراها التانية هنزلها. ده المنظر برا القلعة. طبعا حلو جدا، الصور مش واصفة كفاية. وده كافيه كده بيكون على المية للناس اللي بتحب تبقى تطلع من القلعة تقضي اليوم هناك. ودي ماما كانت سرحانة في جمال المنظر. ودي الساحة اللي قدام القلعة. هنا الشمس الحمد لله طلعت تاني اهي. ودي زي نافورة كده هناك قدام القلعة. وبالمناسبة انا وانا بصور هناك لقيت واحد مصري للصدف، يعني المصريين موجودين فعلا في كل حتة، بس ما صورتوش طبعا. بالمناسبة المصري ده لو بأي صدفة ما
شاف الفيديو ده فياريت تبعتلي، لان انا مش عارفة من الارتباك واليوم كان طويل بالنسبة لي، نسيت حتى اسلم عليك او اي حاجة يعني. هنا ماما وفيليب قرروا ان هما يفوقوا كده ويغسلوا وشهم. المية دي طبعا طعمها حلو جدا جدا، كأنها احسن من اي مية معدنية، مش عارفة ازاي. ايه ده، فيليب واقف مع عيان. هنا احنا بقى كنا جوعنا جدا وقررنا ان احنا نروح ناكل. ده الطريق اللي مكان كده مجمع فيه كافيهات كتير قوي. ماما هي سابقانا قدام، وهناك بقى حظنا برضو الحلو. طبعا الشارع ده هناك انتوا الناس اللي بتسافر بتبقى عارفة ان في ناس بتبقى واقفة كده بتغني اغاني. هتسمعوا برضو معايا اغاني من الاغاني الصربية اللي بتتغنى في الشوارع، حالا هتتغنى دلوقتي. هنا طبعا في محلات كتير لأي حد عايز يعمل شوبينج، وبما ان الدنيا زحمة جدا هتلاقوا في ناس كتير واقفة تغني او تعزف. اللحظة دي بقى قلنا الفيلم لازم يروح يجيب لنا اي سناكس او اي حاجة ناكلها لحد ما نروح ناكل هناك. ماما كانت بتلعب مع حنان. خلاص عايزة اشيلك شوية ونشيلك. هنا بقى قلنا كفاية، احنا نتصور كام صورة ونروح ناكل، لان احنا كنا جنب الشارع اللي كله اكل. طبعا التمثالين دول على فكرة في ناس كتير قوي بتيجي تتصور جنبهم، لازم. مامتي قعدت صورتها كام صورة هناك وانا برضو هتصور. هنا هتلاقوا على اليمين الشارع اللي كله محلات، والناحية التانية هيبقى الشارع كده صغير زي ممشى كله على الجنبين مطاعم اكل. زي ما قلت لكم انا مش همشي اكيد لا غير لما اتصور، وتصورت برضو هنا اللي هي الشارع اللي ورانا ده كله محلات. المحلات الكتيرة اللي حواليا اغرتني جدا ان انا اعمل شوبينج. عملت شوية فعلا، بس قلت هكمل الباقي في المول، لان احنا كنا مقررين ان احنا نروح بعد الاكل. ده الشارع اللي انا قلتلكوا عليه انه فيه على الجنبين مطاعم جميع انواع الاكلات، بس انا كنت مقررة ان احنا لازم ناكل اكل صربي من الاكل الشعبي بتاعهم. وطبعا زي ما كنت دايما بتكلم معاكم الفاصوليا المشهورة بتاعتهم طلبتها، بس احنا كنا جعانين جدا فملحقتش اصور قبل الاكل، فصورت بعد اكل. هتلاقوا الاكل متاكل منه، معلش ما قدرتش بجد، بس بجد طعمها حلو قوي قوي. وزي ما وعدتكم انا هنزل فيديوهات لاكلات اوروبا الشرقيه واكلات بلاد البلقان، لانه فعلا اكلهم حلو جدا وشبه اكلنا قوي، بس باختلاف الوصفات. يعني هما بيستخدموا نفس المكونات بس بطرق تانية مختلفة، وبجد حلوين قوي. هنا قمنا وادي اهو الاكل. هو طبعا مش باين، احنا كنا معظم الاكل، بس هتنزل لكم دلوقتي صورة الفاصوليا اللي انا كلمتكم عنها اهي. هي مش باينة قوي طبعا عشان متاكل منها وعشان الصورة الاضاءة مش واضحة قوي في الشمس، بس الصوص ده لونه بني بني يعني. وهنا مامتي كانت متحمسة ومبسوطة قوي بالاكل، مش عارفة باين عليها ولا لا، بس هي كانت مبسوطة. زي ما انتوا شايفين اخيرا الحمد لله وصلنا المول، وهتلاقوا فيه التاكسيات الخضرة دي واقفة بره قدام المول لاي حد عايز يروح اي حتة. هتلاقوا فيه كافيهات بره اوت دور، وفيه كافيهات كتيرة جدا اندور جوه، وفيه طبعا مطاعم، وفيه جميع البراندات اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. احنا دخلنا عملنا شوبينج وكملنا اليوم هناك.
هتشوفوا في اخر الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهسيبكم بقى معانا واحنا بنلف في المول.